السلام عليكم حبيباتي الغاليات. موضوع اليوم شيق للغاية. كنت طلبته مني وعاد كتاب نزلوا لكم اليوم إن شاء الله. وقبل ما تبداو بركوا على داك اللايك وفعلوا الجرس باش يوصلكم ديما الجديد. نبداو على بركة الله. الموضوع اليوم على العرايس أو المخطوبات أو المقبلات على الزواج. انتي يلي كتسمعي وكتشوفي هذا الفيديو سمعي مزيان وحلي ودنيك. الزواج راه ماشي اللعب. الا كنتي مازال ما مزوجاش واياك تزوجي بالعاطفه او تقولي صافي كنبغيه هو اللي غادي ندي. الزواج خاصك تفكري بالعقل. الزواج راه كتسلس بعيا من الباكور كي كنقولوا. كيولي صباحك مساك. راه مسؤوليه. راه كيجيو الوليدات. راه فيه المصاريف. في نظرك غادي تغدي بالحب وتعشي بالحب وتربي ولادك بالحب. قبل ما تحبي شوفي هاد السيد هذا واش خدام، واش قد المسؤوليه. عاد ديك الساعة تحلي قلبك ليه. وإلا كتاب وتفهمتو الله يكمل بالخير. اما الا من الدقه الاولى شفتي الزين وهو مزلوط، لا خدمه لا ردمه لا كتاف، ما عنده دربه ديال الخدمه، شنو غادي ديري بيه؟ الزين غادي يغديك، الزين غادي يكري لك الدار، الزين غادي يفرش لك، الزين غادي يدخل لك المصروف. افيقي من القلبه. الزين كيمشي مع الوقت، كيبقى هي المعقول. وبالنسبه لي كنقول اختاري الشخص اللي كيبغيك، حتى الا كان كيبغيك يقدر يضحي من اجلك، يدير المستحيل باش يساعدك. اما الا خديتي الشخص اللي انت باغاه هو عادي ما مسوقش، غادي تمحني، غادي ديري بزاف ديال التنازلات وبزاف ديال التضحيات، وشوف تشوف واش يرضى عليك. كنظن وصلكم الميساج. بالنسبه لفتره الخطوبه من الاحسن ما تطولوش، حيت كاين شي ناس الله يهديهم كيتخطبوا عام عامين هما مخطوبين، العالم كيسوق لهم الخبار فلان خاطب فلانه. من بعد كنسمعوا صافي فركشوا الخطوبه. شكون كتجي فيه في نظركم؟ هي المراه. الراجل كيبقى راجل. نتو عارفين المجتمع ديالنا الخطوبه الرسميه ما دار حتى تكونوا هضرتوا من قبل وعرفتيه مزيان وصافي موافقه عليه وعارفه انه هذاك هو الشخص المناسب. صافي باش بعد الخطوبه الزواج يعني العقد، لان اي علاقه كتطول المده ديالها كتبسال وكيكثروا المشاكل. واحد النقطة مهمة لكم البنات، إلا كنتي خدامة وإياك تسمحي في الخدمة ديالك كيف ما كانت، كيف ما كان المدخول ديالها قليل ولا كتير. وخا يقول لك هي جلسي أنا نعطيك داك الصالير، هي جلسي. وإياك راه تقدر يعطيه لك واحد 2 موا 3 موا الأولين، من بعد صافي يبدا عليك بالأسباب والمشاكل والضو والمصاريف الدراري اللي تزادوا، وتبداي أي حاجة بغيتيها تطلبي منه خاصني، عطيني. والخبر في راسكم، هذه كان نصيحة فقط ولكم حرية النظر. ودوك قوة العراضات اللي قبل من الزواج وخيطي زيطي عند حبابو هي نقصيهم من الأحسن. عندك يحسب لك كل ما مشيتي عندهم أو كل ما عرضتوا عليهم غادي يزيدوا يبغيوك، راكي غلطة حبيباتي. عزها تعزك. وكيف كنقول لكم ديما ديروا القيمة لراسكم. وكان نصيحة مني لكم وإياكم تسكنوا مع حباب راجلكم أو تحبابكم، يعني كاين بنات كيسكنوا مع عائلتهم سكن ميسورة وتعطيهم دار الفوق ولا شي حاجة بحال هكا. لا سوا عائلتك سوا عائلته، ما تسكنوا مع حد. من الأحسن سكني بوحدك، يكون بيت وكوزينة وتعيشي هانية وتسكني في ولا تسكني في قصر وانتي ما مرتاحاش. وخا يكونوا ناس الله يعمرها دار، ولكن والله ما غادي تكونوا مرتاحين، لا انت ولا الزوج ديالك. غادي نعطيك ابسط الاشياء. تبغي غير دوشي بالليل او الصباح بكري، تبقاي كتخمي واش غادي نصدعهم بالتقرقيب اولا. تبغي غير تغاوتي وضحكتي وراجلك، تبغي غير تلبسي اللي بغيتي، طيبي اللي بغيتي. بزاف ديال الامور وبالاخص الاعوام الاولى ديال الزواج كيكون الواحد مازال صغير، مازال ما جاوش الاطفال، راه كل فتره وحلاوتها. فاش كتكونوا عايشين مع عائلة الزوج كيكون عندكم واحد اللباس معين ومحترم جدا، والفياق شويه بكري، ماشي تصبحي ناعسه مع راساتك. ما طيبيش اللي بغيتي حبيباتي، حيت خاصك طيبي الطياب اللي كل شي غادي ياكلو. كنقول لك الواقع. تقدر تقولي معليش حيت الحب اعمى، منين تعيشي الواقع غادي تصدمي. اما انت يا لاله العروسه جات نفسك، سواء كنتي ساكنه بوحدك ولا مع حباب راجلك، حيدي عليك الصحابات. صاحبتك هي امك ولا اختك. اسرارك واسرار راجلك جامي تحكيهم لشي حد. اللي قديتي عليه في الشغل ديريه، واللي ما قديتي عليه ما ديريهش. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وتعلمي تعطي الراي ديالك وتفرضي شخصيتك. الراجل راه ما تيبغيش المراه اللي تقول ديما واخا. ضروري تعطي الراي ديالك. واعتني براسك، ديما كوني متوله ونقيه. ما بقاتش في لباس الماركه. شحال من وحده لابسه على قد الحال
والحاجة قد ضختها أحسن من وحدة لابسة غير الماركة ما كتعرفش تناسق. هنا السر في الساكن ماشي في المسكن. الحقيقة ما سخيتش بكم ولكن وصلنا لنهاية الفيديو. كنتمنى تكونوا استفدتوا وضروري ديروا واحد لايك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم ديما الجديد.